النهارده رشح لكم 7 من افضل افلام الزومبي في التاريخ. فلو انتوا مش مشتركين في القناه يا ريت تشتركوا دلوقتي وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد له علاقه بالمسلسلات والافلام. ويلا بينا. واول مسلسل معانا هو مسلسل اي زومبي. والمسلسل ده بتدور قصته حوالين دكتور التشريح. في ليله من الليالي بتصحى بتلاقي نفسها بقت زومبي بدون اي اسباب وبدون ما حاجه تعضها ولا اي حاجه. والمميز في المسلسل دوت عن اي مسلسل تاني ان الزومبي في المسلسل ده بيكون بكامل وعيهم، يعني دريانين باللي حواليهم ودريانين بكل حاجه، بس مش بيقدروا ياكلوا اي حاجه غير ادمغه البشر فقط. My name is Liv. As day jobs go, this one was pretty grim. Until I got a taste of something more. وتاني مسلسل معانا هو مسلسل بلاك سمر. والمسلسل ده بتدور احداثه بعد 6 اسابيع من تفشي مرض يسبب في وجود الزومبي. وبنبتدي القصه مع البطله وهي زوجه بتبتدي تقتل زوجها بسبب ان هو ابتدى يتحول لزومبي، وبتاخد بناتها الاتنين وبتروح تدور على ابنها اللي ضايع منها. وتتمحور القصه حوالين الزوجه وهي بتدور على ابنها اللي ضايع، ونشوف بقى مغامرتها والمواقف اللي بتمر بيها عشان تلاقي ابنها. They don't know what the hell is going on. ثالث مسلسل معانا هو مسلسل Tales of the Walking Dead. والمسلسل دوت مشتق من عالم The Walking Dead، اشهر مسلسل زومبي في العالم. والمميز بقى في المسلسل دوت ان كل حلقة بشخصيات وقصص مختلفة عن بعضها، ومسلسل مكون من 6 حلقات. فانت لو ما عجبتكش قصة شخصية معينة او مش عايز تكملها عادي هتخش على اللي بعدها تلاقي قصة جديدة وشخصية جديدة. We do what we think is right. ورابع مسلسل معانا هو مسلسل ريتيرند. والمسلسل ده رغم عظمة الأحداث وسرعتها إلا إنه مظلوم، لأنه هو مش مشهور بالشهرة الكفاية، ده غير إن هو تقييمه عالي 8.1. والمسلسل ده بيدور أحداثه عن الناس اللي ماتت ورجعت تاني، والناس ديت بيرجعوا زومبي بس في كامل وعيهم، وبينتقموا من الناس اللي كان معاهم في المجتمع. يعني هما بيرجعوا وهدفهم الوحيد الانتقام. Est-ce que tu crois que quand quelqu'un meurt, il peut revenir? وخامس مسلسل معانا هو مسلسل ذا نيشن. والمسلسل بتدور احداثه حوالين راجل عضه الزومبي اكتر من مره بس ما تحولش لان هو عنده مناعه. ومسلسل هتدور احداثه حوالين الناس اللي هتحمي الراجل دوت عشان يقدروا يوصلوا للمختبر يستخلصوا من الراجل ده كيور او علاج عشان يقدروا يعالجوا الناس اللي اتحولت لزومبي. In accordance with the emergency executive orders, we've been selected for exposure to an experimental substance. I've seen it all. I gotta tell. لو وصلت لحد هنا ده معناه ان الفيديو بتاعي عجبك، فاتمنى تكون مستمتع بالفيديو، واتمنى كمان انك تعمل لي اشتراك في القناه او سبسكرايب وتفعل زر الجرس وتدعمني كمان بلايك، عشان اي حاجه ليها علاقه بالمسلسلات والافلام انا هتكلم عنها ان شاء الله في القناه بتاعتي. ويلا بينا نكمل الفيديو تاني. وسادس مسلسل معانا هو مسلسل Fear the Walking Dead. والمسلسل ده بتدور احداثه حوالين عيلة في عالم اي حد بيموت فيه حتى لو متعدش من زومبي بيتحول لزومبي، والكلام ده بسبب فيروس انتشر في الجو وخلى البني ادمين كلهم متصابين بيه. المسلسل عيوبه ان هو في بدايته بتبقى احداثه بطيئة شوية، بس لو صبرت واستنيت كام حلقة هتلاقي الاحداث بقت سريعة وبتسرع كل حلقة، وفيها مفاجآت كبيرة جدا مش هتتوقعها ابدا. بما انك وصلت لحد هنا فانا احب اشكرك واحييك. واخر مسلسل معانا هو مسلسل ذا لاست اوف اس. والمسلسل ده مكسر الدنيا في 2023 لانه مشتق من لعبه مشهوره جدا بنفس الاسم ذا لاست اوف اس. واحداث المسلسل بتدور حوالين جويل، وده واحد عاصر بدايات انتشار الفيروس المسبب للتحول لزومبي.
والدراما اللي حصلت له والمشاكل والمصايب اللي حصلت له بنشوفها في اول حلقه. بعد كده بيقابل بنت بيكون عندها مناعه ضد المرض انها تتحول لزومبي، فبتبدا قصه المسلسل. I'm not the kind of people worth saving. You got ghosts haunting you. There's no one else. ده مستحيل حد هنا، فانا احب اشكرك جدا واقول لك ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس او اشتراك بالقناه. دعمني بلايك.